كي كمل الماتش تاع البارح شفت حاجه في جماهير ريال مدريد اول مره انا نشوفها، الكل حاير ومتحسر من المباراه. بصح كاين اطراف كانت تشم في اطراف، يعني كنت ندخل الصفحات تاع الاخبار والتحليل باش نفهم ونستوعب لماذا خسر ريال مدريد. صح كي ننزل للتعليقات نلقى جماهير تاع مبابي تشتم في جماهير تاع فيني، وجماهير تاع فيني تشتم في جماهير تاع مبابي. يعني راك متخيل هاد الثنائيه باللي دارت الانقسام والانفصال حتى في الجماهير تاع ريال مدريد. زعما بقيت نحاول نعطيكم المنظور لو كانوا هاد الجماهير معانا في الفتره تاع بيكام، فتره تاع زيدان، فتره تاع رونالدو، الفتره تاع راؤول، يعني كيفاش راح تكون. وبالنسبه للجماهير هذه اللي تسيبورتي اللاعب فقط، اروح نعطيكم واحد النظره على فيني ومبابي. اول حاجه لازم تتقبلوها من فيني، هو ليس لاعب هداف. يعني الادوار اللي شفتوها البارح والستايل تاع فيني هذيك هي، يعني يقوم بالواجبات الدفاعيه نتاعو كجناح اون بليس، يراوغ ويجتهد باش يصنع الفرص والهجمات. وهذا علاش نجح فيني في الفتره السابقه مع ريال مدريد، كان ريال مدريد يلعب على التحولات. وهذه الحاجه اللي يتميز بها فيني، السرعه والمراوغه وصناعه الفرص للاعب رقم 9. وفي الفتره السابقه كان عندنا بنزيما وبيلينغهام هما اللي يلعبوا هذه الادوار. يعني بالمختصر المفيد، فيني هو ليس كريستيانو رونالدو، هو موش لاعب يراوغ ويسدد باش تكون كره في الشباك، هو ليس كريستيانو رونالدو. يعني الدليل على كلامي الفرصه اللي صنعها مبابي لفينيسيوس وفات الكره بين الاقدام. اما بالنسبه لمبابي ما تقدرش تقول عليه ماهوش لاعب هداف، بصح في نفس الوقت ما راهوش لاعب حاسم. مبابي يصنع لك العديد من الفرص، بصح ممكن يسجل لك هدف واحد فقط. يعني من مجموع التسديدات انها تكون 10، مبابي سجل لك هدفين. والدليل على كلامي اللي شفته البارح، انفرادين بالحارس ضيعهم، لكن بعد مجهود فيني اعطاه تمريره وانفراد بالحارس بس سجل مبابي. يعني مبابي عنده امكانيات هائله في كره القدم، بصح المشكل انه عامل الحسم ما عندوش، وهذه جريمه لمبابي في روحه. بيسك تلعب لاعب كرقم 9 وما عندكش عامل الحسم. يعني تخيل معايا لو كان سجل مبابي هذوك الانفرادين كورونا في الدقيقه 70 متقدمين بهدفين. والسؤال اللي درك، من اصح المنظومه لو كنت في مكان بيريز؟ اسكو تبيع مبابي ولا فينيسيوس؟ ومن الطبيعي انك تبيع مبابي، بيسك خاصنا لاعب حاسم، ما خاصناش لاعب مراوغ وعنده امكانيات بدون عامل الحسم. وهذا الشيء ما ينقصش من قيمه مبابي. مبابي ممكن ما نجحش في ريال مدريد، قادر ينجح في نادي اخر.